صباح الخير على أجمل متابعين وأحلى أخوات وأحلى صحاب. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة جايلكم فيديو جديد، ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. بس عايزاكي لو انتي اول مرة بتشوفيني اتمنى تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وتتفرجي على الفيديو للآخر، وان شاء الله كل تكة فيها تشجعك وتحمسك وهتديكي احلى باور واحلى طاقة. وعايزاكي كده تخشي القناة وتتفرجي فيها، تلفي لك لفة حلوة كده وتشوفي الفيديوهات اللي فيها. لو عجبتك قناتي اتمنى تشاهدي فيديوهاتي وتكتبي لي كومنت حلو كده علشان ارحب بيكي في قناتي. وطبعا انا اسفه جدا جدا ما كنتش برد على التعليقات الفتره اللي فاتت. غصب عني، صدقوني النت عندي اولا كان قاطع، وكان عندي بقى مشكله، ده زائد الحر اللي احنا فيه والعيشه الحلوه الجميله اللي احنا فيها، نور قاطع ميه قاطعه. فده مخليني مقصره، يعني انا غصب عني صدقوني. بس قلت اعمل معاكم بقى فيديو حلو كده، كل ما النور يجي بصور لكم مقطع كده وبحاول اوريكم يومي كان ماشي ازاي. عملت ايه؟ قلت اعمل فطار كده، افطر واشرب معاه كوبايه لبن عشان اخد الباور والطاقه بقى واكمل بقيه اليوم، علشان احنا معظم اليوم تقريبا بنقضيه ماسكين حاجه بنهوي علشان النور قاطع. لو النور جه الميه بتقطع، فعيشه صعبه جدا جدا، ربنا ما يكتبها على حد. انا مش عارفه احنا رجعنا لايام مرسي ولا ايه. بجد الحياه صعبه، ربنا يعيننا ويعديها على خير. انا مش عارفه هو في ايه، يعني الحر لما زاد قوي قوي بداوا يفصلوا عننا الكهرباء ويفصلوا عننا الميه. ليه كده؟ انا مش فاهمه. يعني المفروض انتوا تحسوا بينا، احنا ناس مش قادرين نستحمل درجه حراره الجو، فانتوا كمان بتضغطوا علينا بانكم تفصلوا عننا الكهرباء. بجد حرام. مش عارفه بقى هو الموضوع دوت يعني على قد بلدنا بس او المكان اللي انا عايشه فيه، ولا في مصر كلها. فانا عايزه لو حد بيحصل عنده كده يكتب لي في كومنت ويقول ان الموضوع دوت متكرر في اكتر من بلد. بس ربنا يرحمنا ويعدي الايام الصعبه دي على خير، ويعدي فتره الحر دي، لان الواحد بجد جاب اخر. فالتقصير بقى تقصير بجد، لان الواحد ما عندوش طاقه ان هو يعمل اي حاجه. فاي حاجه بعملها كده بحاول اصورها معاكم عشان خاطر ابقى متواجده معاكم طول الوقت، لان بجد بتوحشوني جدا جدا وببقى نفسي اتكلم معاكم. بستنى اعمل فيديو عشان خاطر ارغي كده معاكم واتكلم معاكم كتير. آم، وبجد بتوحشوني جدا، فربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم، ما تحرمش من كل تعليق حلو اتكتب لي في الفيديو اللي فات واللي قبله ما ردتش عليه. بس صدقوني اكيد كده الجو يهدى عندي كده واحس ان انا نفسيا مستقره، هرد عليكم كلكم وهقول لكم قد ايه انتوا بجد وحشتوني، ومتشكره جدا جدا على كل تعليق حلو اتكتب لي. طبعا انتوا شايفين الفيديو ماشي ازاي. انا اول حاجه عملتها، عملت فطار. جبت، كان عندي بلوبيف كده بشرته. البلوبيف دوت انا بجيبه، هو نوع تقريبا مراعي. بمسكه ابشره بالمبشره، وبعد كده بضرب عليه بيضتين، وبجيب عندي الطاسه احط فيها معلقه سمنه، واحط الاومليت بتاعي او البيضه بتاعتي في قلب السمنه. وبجيب رغيف بكون مسخناه طبعا، ما يكونش يعني جاي من الفريزر، لا لازم يبقى سخن. وبديله يعني ايه، باخد بحطه على البيض كده، ادي اخد منه طبقه من البيض واقلبه على اليمه التانية، بحيث ان ظهر الرغيف يكون فيه ايه، بيض وكده. لما اقلبه ظهر الرغيف كمان يبقى فيه بيض، يبقى البيض من فوق ومن تحت، وتبقي بتاكلي ساندوتش كامل بيض وعيش وكل حاجه كل حاجه فيه. فبجد هو سندوتش مشبع جدا وجميل جدا. عملناه قبل كده في القناه، ممكن اكون عملته مره تقريبا. وزي ما قلت لكم قبل كده ان ممكن يتعمل لطفل هيشجعه جدا جدا على الاكل. ريحته جميله وطعمه حلو، ينفع فطار وينفع عشاء وينفع غدا كمان لاي طفل جعان وانتي محتاره في اكله. فهو يعني اكله جميله جدا. بالنسبه للغدا بقى، انا كنت بعمل الغدا وبصور والنور قطع، فمعرفتش اكمل بقيه الغدا او اصوره معاكم. فانا كل اللي عملته ان انا لما النور جه كنت خلصت الغدا، فقلت اصور لكم. انا عملت صينيه فراخ مشويه في الفرن، وعملت جنبها رز اصفر بخلطة الكبسة، وبس كده. وعملت جنبها طبق سلطة، واليوم اتقضى يعني. بجد الحر ده مخلينا مش عارفين يبقى عندنا افكار في الاكل، مش عندنا، ما عندناش اصلا طاقة ان احنا ناكل او يبقى نفسنا في حاجة. فالواحد بيقضيها ايه، اي حاجة كده سريعة، لان وقفة المطبخ بجد بتخلي الواحد بيسيح. انا بحس كده ان انا بطلع غرقانة مية. فربنا يعدي الايام دي على خير، ويعدي الشهر 7 و8 دول على خير، عشان بجد بيبقوا اصعب شهرين في السنة. فربنا يعديها على خير بقى، والجو يبقى احسن من كده.
بس بعد ما عملت الغدا بقى النور كان شغال، فكنت طالبة معايا أوي، أوي إن أنا آكل كيكة بصراحة، الكيكة العادية خالص دي. فجبت معايا 3 بيضات، حطيت عليهم كوباية سكر، وطبعًا بالمضرب ضربت كويس جدًا، وبعد كده نزلت عليهم بنُص كوباية سمنة على زيت، وحطيت معلقة خل وكوبايتين دقيق، وضربتهم كويس جدًا مع كيس البيكنج باودر طبعًا. حطيت اهو، وطبعا رشة ملح وسنة فانيليا، ورشة فانيليا قصدي، او كيسين فانيليا زي اي حاجة عندك حطيها. بس ضربتها بقت سايلة بالشكل دوت. وطبعا انتوا خدتوا بالكم في الاول كان معايا كوباية لبن، اللبن دي كانت رايبة فحطيتها فيها. وبس عملتها سايلة وطلعت جميلة جدا. وانا بقى بحب ايه، لازم يبقى فيها حتت كاكاو كده او شوكولاتة، بحس ان طعم الكيكة بيظبط معايا. انا بحبها كده، ما بحبهاش سادة. لما بتبقى سادة ما اعرفش، مش بعرف اكلها خالص. فدايما بعملها واحط عليها ايه، شوكولاتة خفيفة كده، تبقى ايه عندي مرخمة كده، شوكولاتة فانيليا يعني. بس هي كيكة عادية خالص، برضو عملناها في القناة اكتر من مرة، بس انا قلت اصورها معاكم بقى بما ان الفيديو معرفتش اصور الغدا، والغدا بتاعنا كان يعني سريع كده. فقلت بس اعمل معاكم بقى صينية الكيكة دي. عملتها وحطيتها في الفرن وبس سبتها. انا عايزه اقول لكم فرن البوتاجاز ما عادتش فيه ربع ساعه، ربع ساعه كانت طالعه بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وطعمها بجد كان جميل جدا جدا. وحاجه خفيفه كده في الصيف نقدر نشربها بقى مع كوبايه شاي. لو هنشرب بشاي، هناكلها مع عصير اوكي، هناكلها لوحدها عادي. اي حاجه تسد الايه، الجوع، وتبقى حاجه حلوه في البيت. والكيكه العاديه دي احنا ما بنستغناش عنها خالص بصراحه. بس ولو انت عملتيها وباتت عندك زي ما شفتي قبل كده، جويس بنتي كانت عملتها في فيديو من الفيديوهات، بتفرفتها وتقلبها بكريمه وتحط عليها كريم شانتيه من فوق وبس كده، بتبقى حلويات برضو ساقعه وحلوه، تتحط في التلاجة وتطلعيها تاكليها في اي وقت. فالكيكه العاديه ممكن نعمل فيها حاجات كتير قوي قوي. انا بحبها بصراحه كده، بتعجبني جدا. وبحب قوي اخدها مع كوبايه شاي، بتعجبني بصراحه، او شاي بلبن الصبح. بس زي ما انتم شايفين طالعه طريه وهشه وجميله جدا. بمناسبه الصيف بقى والحر والفرهده اللي احنا فيها دي، قلت ايه الم سجاد بقى المشايات بتاعه الشقه. الميه كانت شغاله في الوقت ده، فقلت بس بقى لازم اخد حقي من الميه، واخش على طول الم المشايات عندي وامسكها اغسلها. لان بجد حاسه ان من قله الميه وقله النور انا لا عارفه انضف وحاسه ان الشقه متبهدله ومش نظيفه ومش عاجباني خالص. ما بصدق النور يجي او الميه تيجي واستغل اي حاجه بقى. يعني انا كل اللي انا خايفه عليه في الصيف دوت الاجهزه بصراحه، يجرى لها حاجه بسبب قطع النور كل شويه دوت. فدي اكتر حاجه مقلقاني. المهم يعني انا اول ما الميه جت دخلت على طول طبعا الحمام. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا الميه لما بتقطع عندي حتى لو الحمام نظيف انا ببقى قرفانه جدا جدا منه. فقلت بقى فرصه، انا كده كده هخش اغسل الحمام، اخد معايا ايه، عندي 4 أو 5 مشايات كده، مسكتهم على طول بشويه كلور الوان، طبعا كلوركس الوان، وشويه بريل مواعين، ومسكتهم بقى ايه غسلتهم كده وخليتهم زي الفل. وبعد كده شطفتهم بدوني وايه وسبتهم يتصفوا كده. واول ما اتصفوا طبعا خدتهم على طول نشرتهم، وقلت امسك الحمام عندي بقى ايه انضفه تنظيفه حلوه، لان بجد قرفانه منه جدا. بس جبت حته سلك مواعين كده وبدات ادعك ايه الحوض عندي بقى وقعده الحمام والبانيو، دعكت الارض. بجد حاجه يعني صعبه. اكتر حاجه انا بكرهها في قطع الميه هي ان الحمام يبقى مش نظيف. بقى عايزه اقول لكم ان انا ممكن ما اخشش الحمام طول النهار وافضل قاعده كده بقى مخنوقه وبتخانق مع الناس كلها اللي في البيت علشان الحمام انا حاساه مش نظيف، حتى لو انا مش عايزه اخش الحمام. بس فاول حاجه بعملها طبعا بعد ما الميه تيجي بخش على طول ايه انضف الحمام. بس طبعا بنضفه شويه كلور بقى كده وشويه بريل معين، وممكن احط فيهم شويه مسحوق بتاع الغسيل، شويه ملح ليمون، وبمسك الحمام كله ما اسيبش حاجه فيه بصراحه، ما بدعكاش ولا انضفها علشان يبقى نضيف كده واحس بريحه النظافه. لان انا عايزه اقول لكم اللي انا بعمله دوت بعد شويه بيبوظ تاني لما الميه بتقطع. بس طبعا مش هنقعد بقى ونحط ايدينا على خدنا ونقول ايه ما هي كده كده الميه بتقطع ومش عارفه ايه. لا طبعا اهم حاجه في البيت انها تتنضف الحمام. وبعد الحمام طبعا المطبخ. انا عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي من كتر قطعان الميه انا ما بسيبش معلقه في الحوض. يعني عندي اي حاجه بتتوسخ بجري على طول اغسلها، علشان خاطر انا مش ضامنه ان الميه لو قطعت هتقعد قد ايه، ويبقى عندي مواعين بقى على مواعين والدنيا بتتدربك عندي. لا بحوش مواعين دلوقتي في الغساله ولا بسيب حاجه في الحوض، على طول اي حاجه بتتوسخ اول باول كده بمسكها اغسلها وانضف عندي ايه المطبخ على طول.
فالمطبخ بصراحة عندي مش بيتوسخ قوي زي الحمام اكتر مكان انا بتضايق منه بصراحة، وببقى عايزة ايه اطلع كل الحر والطاقة اللي جوايا اللي مضايقاني دي فيه. فطبعا انتوا اكيد كلكم زي كده ما بتحبوش طبعا الحمام بتاعكم يبقى مش نظيف او شقتكم مش نظيفة. بس فانا عملت الفيديو دوت عشان اشجعكم واحمسكم كده واطلعكم من حر الصيف وصهد الجو والحرارة العالية اللي احنا عايشين فيها دي، بان لما يبقى فيه مية على طول خشي بلبطي في المية واشتغلي. صدقوني ما حسيتش بالحر وكنت مستمتعة جدا جدا، وكنت طول الوقت بقول يا رب المية ما تقطعش وانا شغالة. ونشكر ربنا طبعا المية ما قطعتش، ونضفت الحمام وظبطته كده وخليته زي الفل. وزي ما قلت لكم المطبخ عندي برضو ما بسيبش فيه حاجة، على طول نضيف. وقلت بقى الم المشايات كده. انا خدت سجادة المطبخ غسلتها بصراحة، بس ما صورتهاش معاكم لان وانا بغسلها النور قطع ما عرفتش اصور، فكملت غسلها عادي ونشرتها. وقلت اخد المشايات معايا بقى اغسلها كمان. وكل يومين كده اشيل حاجة اخفف الارض، حتى لان كتر السجاد في الارض محسسنا بصهد جامد بصراحة. لكن لما شلت شوية حاسة ان الدنيا الى حد ما احسن. فانت كمان لو انت فرشة شقتك كلها والدنيا عندك مفروشة خففي لو انت ما بتحبيش. انا عن نفسي من الشخصيات اللي ما بحبش ان الارض تبقى ما فيهاش سجاد، بس في الوضع اللي احنا فيه ده لازم نشيل السجاد عشان نخفف درجة الحرارة شوية. بس فانا بدات الم فيه حاجه حاجه كده. وطبعا في الحمام اي فرصه بتجيلي بمسكه على طول اغسله واشطف واحط في البلكونه. عايزه اقول لكم من بالليل للصبح على اخر النهار بتبقى السجاده مهما كانت تقلها بتنشف وما بتبقاش يعني بتتشمس وبتبقى حلوه جدا. بس ما تكسليش بقى. وعايزه الفيديو دوت بجد او الروتين ده يديكي طاقه وباور كده، وتقومي لو انتي كسلانه من حر الصيف ما تكسليش، شوفي اللي وراكي واعملي كل حاجه في بيتك. نضفي حمامك اول ما الميه تيجي، ومطبخك طبعا لازم يبقى نضيف طول الوقت. وسامحوني بقى ما عرفتش اصور لكم الاكل النهارده وانا بعمله، بس بامانه وانا بعمل الاكل النور قطع وما عرفتش اكمل تصوير. فقلت بقى مش معقول يعني هصور لكم. انا كنت لسه يا دوبك بخرط البصله وبقى بتبل الفراخ والنور قطع، فكملت بقى في الضلمه كده. على ما خلصت كان النور جه. النور ما بيقطعش اقل من ساعتين وممكن اكتر صدقوني. فمش عارفه بقى هو عندنا احنا بس كده، هي في قوسنا كلنا هنا في قوسنا بنعاني من نفس المشكله. بس المهم اتمنى الفيديو يكون عجبكم واكون وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني. ومتشكره جدا جدا على تعليقاتكم وعلى كل كومنت حلو كتب لي وتقال لي انت فينك وحشتينا ما تغيبيش علينا. بامانه مش هغيب عليكم تاني، بس ادعوا الجو يتعدل، لان الفتره دي الواحد عنده احباط وعنده مش عايزه اديكوا طاقه سلبيه. عندي حاجات كده غريبه محسساني ان انا مش قادره اعمل حاجه، وطول الوقت عايزه اخرج اقعد في اي مكان مفتوح عشان مش قادره استحمل الحر. بس خلصت هنا بقى الحمام نضفته كله ودعكته بالمقشه زي ما شفتوا كده، ما سبتش حته فيه ما دعكتهاش. وجيت بقى بالشرشوبه قلت الم بقى الصابون اللي في الارض وكده وبس. وبعد ما مسحته وخلصت الميه اللي مسحت فيها خدتها رميتها في الحمام، وبكده بقى الحمام عندي بقى زي الفل. وكمان الفيديو بتاعي خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا اتشجعتوا واتحمستوا وخدتوا منه احلى باور واحلى طاقه. واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع السلامه.